اتفضل. شكرا يا حاج. حسابك كام؟ 40 جنيه بس. 40 جنيه؟ ليه يا حاج؟ هي مش كانت امبارح ب 37؟ ما هي غليت يا ابني. ماشي يا حاج، اتفضل. هي يا حاج مش علبة الحلاوة ديت ب 37 في كل حتة؟ ما هو يا ابني لو بعناها ب 37 هيبقى فيها مكسب قليل ومش هتجيب همها. ما يا حاج الناس كده هتشتري من بره ومحدش هيشتري من عندنا. لا هيشتروا، يبقى بس انت باعها ب 40 ومالكش دعوه. ويبقى بقى ده كمان ب 40. حاضر يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. تعالى يا حبيبي. بقول لك ايه يا بابا، انا عايز فلوس الدرس. خد يا حبيبي. وخدت دي كمان. ماشي يا عم. الو. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا بلبل. بقول لك يا حبيبي معلش خلي حد يطلع لي علبه حلاوه. ماشي يا اسطى، هبعتها لك دلوقتي. سلام. ايه يا احمد، حد عايز حاجه؟ اه يا بابا، ده بلال بس عايز علبة حلاوة انا اجيبها له دلوقتي. لا استنى، انا اجيبها له من عندي. خد. انا عايز اسالك على حاجة يا بابا، هو انت ايه راح حاطط كرتونتين الحلاوة دول عندك؟ ها، اصلا أنا يا ابني رجلي بتوجعني وحطيتهم جنبي عشان لو حد عايز اجيب له. اه ماشي يا بابا. ماشي يا حبيبي، شكرا. اتفضل. جبت قبل الحلاوه اللي انا بحبها. اه يا عم مروان، خد اهي. حبيبي يا بلبل. الحقني يا احمد. ايه ده بس يا ابني وفهمني في ايه؟ دخلت على مروان لقيته مغمى عليه وما بيردش عليا. طب انا هجيب الدكتور محمود وجاي لك حالا. ايه ده بس، ان شاء الله خير. يا رب. خير يا دكتور، طمني. للأسف حالة التسمم كانت شديدة قوي على أخوك. شد حيلك، البقاء لله. انت بتقول ايه يا دكتور؟ اخويا مات؟ شد حيلك. اخويا سبتني انا لوحدي يا اخويا، سبتني انا لوحدي. انت عارف ان انا ماليش غيرك. مروان، مروان رد عليا. كده حسابنا مظبوط. ازيك يا حاج علي، عامل ايه؟ حبيبي يا حاج محمد، بقول لك ايه، احنا جايين النهارده عشان نفتش في المحلات عن الحاجات اللي صلاحيتها انتهت، فلو في عندك اي حاجه اخلص منها حالا. ماشي يا حاج علي، الف شكر. وادي يا احمد، نعم يا بابا. عايزك تاخد الحلاوه اللي هنا ديت وتوديها المخزن بسرعه. ليه يا بابا، في حاجة ولا ايه؟ اعمل بس اللي بقول لك عليه. حاضر يا بابا. بقول لك ايه يا احمد، نعم يا بابا. انا طالع كده البيت شويه وجاي، ولو حد عاوز حلاوه اديله من ورا الثلاجه ده. ليه يا بابا، ما اديله من اللي عرف ده وخلاص. لا، اعمل بس اللي بقول لك عليه وما تنساش تبيعها ب 40. حاضر يا بابا. بقول لك ايه يا احمد، هات لي علبه حلاوه. حاضر يا حمو. خد. بقول لك ايه يا بابا، خد الحلاوه والعيش اهوت واعمل سندوتش على ما انا اجيب كتب الدرس. ماشي يا حبيبي. عملت السندوتش يا بابا. اه يا حبيبي، خد اهو. شكرا يا بابا. لما اقوم انا بقى اروح المحل. ايه يا احمد، حد اشترى من الحلاوه؟ لا يا بابا، مفيش غير محمد بس هو اللي خد علبة. محمد مين؟ محمد اخويا يا بابا. اخوك؟ محمد، اوعى تاكل من الحلاوه. محمد، محمد رد عليا يا محمد. محمد، للأسف
حالة التسمم كانت شديدة قوي على ابنك. شد حيلك يا حاج، البقاء لله. انت بتقول ايه يا دكتور؟ يعني ايه؟ يعني ابني مات؟ البقاء لله يا حاج. ابني انا اللي موتك بايدي يا ابني، انا اللي اكلتك الحلاوه والبايظه بايدي. انا طالع كده البيت شويه وجاي، ولو حد عاوز حلاوه اديله من ورا الثلاجه ده. عايزك تاخد الحلاوه اللي هنا ديت وتوديها المخزن بسرعه. للأسف حالة التسمم كانت شديدة قوي على اخوك. شد حيلك، البقاء لله. انت بتقول ايه يا دكتور؟ اخويا مات؟ سبتني انا لوحدي يا اخويا، سبتني انا لوحدي، انت عارف ان انا ماليش غيرك. مروان رد عليا. يعني ايه؟ يعني انت كنت بتبيع حلاوه بايظه للناس وانت اللي موتت اخويا وكمان موتت اخو صاحبي، ويا ترى مين تاني مات بسببك؟ انا اللي طلعت يا ابني، كنت بجيب الحلاوه البايظه بنص السعر وابيعها باعلى سعر. انا اللي طلعت يا ابني. استفدت ايه من الفلوس؟ طز في الفلوس اللي تخليك تموت اخويا وتخليك تموت الناس وتحرق قلب اهلهم عليهم. انا اللي طمعت، انا اللي سمعت كلام الشيطان واخرتها موتك بايدي يا ابني. حرام عليك، حرام عليك يا شيخ.